وإذا قالوا أنه عزل عن اليمن في آخر عمره وأنه مات قيل في المدينة المنورة وقيل مات في دمشق الشام ولم يمت في اليمن أصلا بعد أن خرف في آخر عمره خرف وقد كان أزاركم الله يقضي حاجة ويأخذ السيف ويضرب عنق الغائط الذي خرج منه. قال هكذا في ترجمة في هذا أستاذ الغابة وفي الكتب مش كتب زيدية ولا هي يمني هذا كتب أهل السنة. والإمام الذهبي قال في ترجمته له أعمال موبقة قال هكذا. وبعد رجعت هذا خضيت ما بعده وأنا راكن أن ما بش ولا شيء. وإذا أخرج في أزكة المدينة أو أزكة دمشق ما عملش بالحديث الذي رواه. نعم إرسال قد نسيت عبد الله بن الزبير أرسل عامل لكن قد نسيت بذكر به ومنصوص عليه في جميع كتب التاريخ. أمراء صنعاء في أيام بني أمية وفي أيام ابن الزبير وفي أوائل أيام بني العباس كلهم محصورين حتى انفصلت بعد اليمن عن الخلافة العباسية في أيام المأمون ابن الرشيد. انفصلت دولة بني زياد في تهامة وبني يعفر في الجبال. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتبرا في الفتنة إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمري فقال ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابي فقال ما أمرهما أي الحج والعمرة إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا. هذا دليل على أن ابن عمر نوى بالحج قارنا. الحج القارن ينوي ويلبي بالحج مع العمرة. وفيه دليل لمذهب الجمهور أن الطواف يكون طواف واحد للقارن يكفي طواف واحد ويكفي سعي واحد خلافا لأهل المذهب الهادوي ومن وافقهم فقالوا يطوف طوافين ويسعى سعيين. ورأى ذلك مجزيا عنه. وهذا قال وبالدليل لابن عمر قد ورد أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد. قال مالك فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت. هذا هو مذهب مالك بن أنس. وأما غيره من العلماء فلا يجعل المحصر هو من شط بالعدو أي صد كان. فإذا كانت الطريق ممتنع عليه أو قد كان مريض أو كسرت رجله أو وقع أي شيء مما لا يتمكن أن يدخل مكة لأجله فإنه يسمى محصر. وين هو؟ اي المتمتع هو قد حل خلاص
لا يسمى محصر، ما يسمىش محصر، هذا هو في بك جالس وينه. خرج المعتبر إلى المدينة للزيارة، تبقى حصل حرب في مكة، ماذا يصنع؟ حكم مثل حكم غيره. إذا كان قد لبى بالحج من أبيار علي وسطه في رابغ فإنه يذبح ويرجع، وإن لم يكن قد لبى بل سمع وعاده في المدينة فلا يلبي ولا يحرم حتى تحتل. كدو فهمه ما يشي يفعل. هل صد عن مكة فهو في وسطه، وإنه صد عن جبل عرفة فيسمى عنية محصر. ماذا؟ لأن النبي قال الحج عرفة، فإذا لم يستطع والحرب قائم في مزدلفة وفي عرفة يسمى إيه. لو كان يتحلل من العمرة هل يذبح؟ ماشي. أما إذا قد تحلل وما قد احرمش فلا، خلاص وقع الحرب ينسحب ويرجع له، ما مش على الشيء. أما إذا قال لبيك اللهم لبيك ثم خرج من البيت إلى فوق السيارة، جاء لهم تلفون يقول لا تطلع السيارة أصلا، لأن الحرب في مزدلفة وحرب في عرفة وحرب في كذا وكذا، هذا يسمى سطعا. أما إذا سطوا وعاده وهذا بيحلق ويلبس ويتعطر ويجامع بلده ويعمل كل شيء فما مشكلة في حكمه مثل الحكم الذي عادوا عليه في عبس ولا في حرض ولا في أي في دجلة. ها؟ الأول لما ربنا قال لبيك بعمرة متمتعا إلى الحج يعني ما أصبحتش مسألة الحج دخلت فيه ملزم، لكن يرحل ويرجع يحج إلا أنه هو ما فكش إحرام. لا لما فك وأصبح بعد ما اعتمر ما أصبحش دخلت في ذمته مسألة الحج، لأنه لما جاء يلبي بالعمرة قال لبيك بعمرة متمتعا جاء إلى الحج فأصبح هنا محصر. الله أعلم. لا تخش تتطور حسنات بينكم شيء علام التأويل، لا عول بتقع القص هذا والحلها ونفتح الكتب كلها. إذا صادف أنكم تمتعتم بالعمرة إلى الحج وحليتم وحلقتم وتعطرتم وجلستم وبعد ذلك كنتم مستعدين أن تطلعوا إلى الجبل، فقيل لكم قبل أن تلبوا وقبل أن تحرموا وقبل أن تغتسلوا ما قد فعلتم شيء، قالوا لكم بحرب ماذا نصنع؟ أنا خطر ببالي ما قد سمعت بهذا المسألة ولا عشت اسمع به. إذا قد قلت فأنا أقول ما دام ما قد لباش ما يلزمه شطب الإحصان. الدكتور محمد بيقول يمكن أنه يلزمه، وذلك لأنه حينما لبى ما قالش لبيك بعمرة مفردة مثل ما بيلبوا في رمضان وفي رجب وغيره، إنما قال متمتعا بها إلى الحج. ولكن أنا سأقول أنه ما يلزمش، من يريد أن يقول يلزمه فعلى أن يأتي بالدليل. أين الدليل؟ ما فيش دليل. الظاهر أنه إذا صدت أنه ما فيش عليه. يعني إذا من حصل لا يكون إلا على المحرم. أنا أعتقد هذا ماشي. الولد عبد الرقيب والولد فضيلة الدكتور وأنا الثلاثة نسأل عالم يجاوب عليكم والله. قلنا لكم بشني ما على كبير، ما كنت التيتة وما كنت سكت، لا تعكروني تخرجوا أخباري. ها كيف أنت لك ثلثين، أنت مسؤول عن تعكيري ثلثين من المسؤولية، لأنك الذي خلقتها من العدم والدكتور لا يبرأ منه، هو الذي قد كانت سبرت
وهو رجع يناقش فيها. وإلا فأنا قلت أنه المنصوص عليه والذي بنقرأه دائما أنه من كان محرم وسطه أنه يذبح، وقد فسدت العمرة، وفي خلاف هل يقضي أو لا إذا قد كان متنفل وإذا قد كان موجب هذا. وهذا بين كل أنه محل حكم الذي في نجران والذي عادوا في حبس وغيره. الدكتور يقول لكنه حانف متوسط ما بين الحج والعمرة، لأنه قال أنه قد يعني لبى بعمرة ليست مفردة وإنما هو متمتع بها إلى الحج. العلماء ما عاد فلتش منهم المسألة هذا أبدا، لكن لا ندري أين يستدردوها. وإلا كتب الفقه لا يعني ما من مسألة إلا وقت التوهة. هذا المسألة ستكون في حواشي شرح الأسهار وفي بيان ابن مظفر، لكن لا ندري أين يستدردوها هي هذا. ولا لا يتصور. فإذا شيء استعداد الدكتور محمد ولا الولد الأستاذ عبد الرقيب، واحد شتي عند الشرح الأسهر كتاب الحج، واحد عند بيان ابن مظفر إذا يستزال ويتبع ابن مظفر ولا شرح حواشي شرح الأزهار يخلوني، وأنا معترف أنني الله أعلم نصف العلم. كيف تحترك الجلاليس؟ الصحابة عند أهل الحديث كلهم عدو، وعند الزيدية إلا من أبى. من هو الذي أبى؟ معاوية بسر بن الأرضاء وعمرو بن العاص والمغيرة وغيره. تشتيد الحين تحترك الجلاليس هذا في ساعة. هذا مسألة طويلة، قد اقتتلوا قد تضاربوا قد قامت القيام، وإحنا بننزيها بنخبتها لا عاد تنتبش. هذا المسائل بينبشوها في مساجد صلعة كلهم، عندنا جو يسألوني في كذا وفي كذا وفي الرؤية وفي أبو هريرة وفي العدو وفي كذا، وقلنا سيروا اقرأوا الأشياء التي تنفعكم، مسائل الطلاق، مسائل النكاح، الرضاع، الصلاة، الصيام، صلاة العيدين، صلاة هذا وهذا، ركدوها وخلوها للعلماء المختصين الكبار. قال الراوي فلم يمضي ساعة إلا ربع على تحرير الجواب الذي حررته في صوح المسجد، وبين أقول لهم وإذا قد ابتليت الآن مسائل الصحابة هذه ومسائل الرؤية ومسائل الشفاعة هذه خلوها على آخره، وادرسوا واسألوا وابحثوا عن المسائل الدينية التي متعلقة بالأحوال الشخصية، المسائل الفروج، الرضاع، الطلاق، الزواج، شروط النكاح، هذه ادرسوها ما تسموا، ومسائل العبادة كلهم. وبعد الجلسة والمختصين والذي قد يسمع لهم ما هي الرضاع المحرم والرضاع الذي ليس بمحرم، ما هو الطلاق البدعي، ما هو الطلاق السني، هل ينفض الطلاق حال الحيض، هل كذا كذا، لا بقد وحلمه. وبعد ندرس القضية ذيك الساعة، ونتي مسائل الصحابة، ونتي مسائل الرؤية ومسائل الشفاعة، ونجرح ونعدل ونطلع أرواحهم. لكن بالحين عاد احنا مخاطبين بما هو أهم. كم غلطات بيقص ما حتى مشكلة بالحديقة ما يعني السؤال في الحديقة قد نسيت ما هو اللي زوجها أنا وشلها السعودية وبعد زوجها ابن عمه هذا حتى أمس ما قد مضاش 24 ساعة زوجوا مرة وهي مزوجة وعولات، والزوج الأول ما قد طلقهاش. كيف يفعلوا؟ قلنا باطل باطل باطل. زوج بها ورحله، وهو سافروا بها السعودية عند أهلها، وأبوها أو عمها لقي زوج فلوسه أكثر، فقال لها تزوجش به. قالت عاد معي زوج الذي زوجتني
عقدتوا لي بالزوج الأول، كذا قال ابردي من أبوه، وزوجوها بزوج ثاني، وعولت وذا الحين لها كذا كذا سنة معولة، وذا الحين ما نفعل. قلنا ما تفعلوا تفاسخوا وفلتوا هذا وشيروا له عند الزوج الأول، وهي تستبرأ بحيضة وترجع إلى الزوج الأول. اللهم إذا قد تغاثت نفسها الزوج الأول وطلقها، على هذا أن يفسخها وتعتاد يستبرئها بحيضة ثم يتزوجها بالجديد. قال والعيال الظاهر اللي هو السؤال هذا هو الذي أكرني به، حموت في اليوم الأول وحبلت ذلك منهم هذا بسمه. قلنا هذا العيال ناتجين عن نكاح باطل، والناتجين عن نكاح باطل لا ينتسبوا إلى أبيهم وإنما ينتسبوا إلى مثل أولاد الزنا، لأن النكاح باطل مثل ما يتزوج الإنسان بأخته أو عمته أو جدته أو خالته، لأنه تزوج بمرأة وهي مزوجة برجل فهي محرمة. فنشتي من جميع الشباب هذا يكونوا يسيروا ويقروا هذا المسائل الصعبة ويحفظوها ويبشروا بها ويوعظ الناس ويرشدوهم ويفلتوا حي على خير العمل، ويفلتوا اللي بيخذف واللي بيحجف وهذا مسائل فريعية جزئية. هنا في هذا الخضرة المخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغرب. كيف يزوجوا مرة مزوجة ومتصادقين أنه مزوجة وهي تاريخ، والأب الذي حكت تاري أنها مزوجة بل فلته ما نشتري شاذكت بطلنا ما عاد نشتري. إيه هي هذا. فالذي نشتري للشباب يقرأوا مسائل العبادات ومسائل الطلاق والنكاح والزواج وهذا كيف يزوجوا مرة هذا، وهذا يخلوها للعلماء الكبار المتخصصين بعد ما يفرغوا ويحفظوا هذا المسائل كلها وبعد أن ينادي الشعب. ما له حكم يفسخوا حالا، يأمروا بالفسخ ويأمروها بأنها تستبرأ بحيضة وبعدها يشتوا يعزلوا. ما قد نفتيش لا بال بسر كيف القصة. فإذا اعترف هذا إذا اعترف أنه زوجها هكذا فيعزل.